السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة بمر كورة عالمية، أخبارنا العالمية والمحلية. لايك وشير ودعم القناة بمر كورة عالمية، اللي مشترك يشترك. الأهلي بكرة والداخلية في الدور 16 لكاس مصر. طبعا الأهلي كان ريح في المباراة الأخيرة في الدوري. بكرة كامل العدد باستثناء محمد شريف إصابة لسه ما أعرفش، بس إصابة يعني هتغيب عن المباراة. إصابة في الركبة، إن شاء الله ما تكونش إصابة تقيلة. الأهلي هيلعب بالداخلية. علاء عبد العال ساب الداخلية وراح الجونة. الصفقات بتاع الأهلي بكرة هو إمام عاشور. إمام عاشور طبعا عنده إصابة من فترة، فبكرة مش هيلعب، ده مؤكد إنه مش هيلعب، ولكن ممكن صلاح محسن هيدخل التشكيلة. فبكره ان شاء الله نتمنى الفوز للنادي الاهلي. الاهلي لو فاز بمباراه الداخليه في دور 16 هيقابل المصري في دور الثمانيه ان شاء الله. معلول اغلق باب الرحيل عن النادي الاهلي رسميا. معلول باقي في نادي الاهلي رغم الاغراءات، وابلغ كمان يعني بلغ وكيله ان هو باقي في نادي الاهلي ومستمر النادي الاهلي لفتره مقبله حتى الاعتزال. كمان يعني هو يعني يمكن بيعمل مشاريع في مصر، يعني ده يؤكد ان هو خلاص ابن من ابناء النادي الاهلي. الاهلي هيعمل معسكر في الفتره ما بين 20/8 ل 3/9. هيعملوا فين؟ في المانيا في مدينه فرانكفورت، طبعا ايه برعايه شركه اتصالات بالاتفاق معها. وتم الاتفاق طبعا مبدئيا على مباراتين ضد فرانكفورت، وجاء الاتفاق كمان على مباراتين اخرتين. بكره الظهر اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود خطيب. ليه؟ الاهلي هيتفق على راعي جديد لنادي الاهلي بجانب طبعا باقي الرعاة خلال الفتره المقبله. دي اخبار النادي الاهلي. في خبر كمان تاني تداول طبعا عن موضوع رضا سليم. طبعا رضا سليم ما جاش، كان المفروض يجي امبارح للكشف الطبي. بعد يقول لك طبعا جواز السفر ما جاش، ان رضا سليم طبعا في لا رضا سليم مش هيجي النادي الاهلي. ولكن اقول لك اللي عطل ان رضا سليم يجي، لكن هو رضا سليم خلاص مخلص مع النادي الاهلي. الجيش الملكي والاهلي والوكيل الثلاثه مخلصين، ورضا سليم خلاص خلص ومضى في النادي الاهلي. ولكن اللي حصل ايه؟ موضوع تناولته طبعا السوشيال ميديا، اللي هو كلام كابتن احمد حسام ميدو مع عديل وكيل رضا سليم. اتكلم معاه طبعا، قال له احنا عايزين رضا سليم، وكمان قال يعني كمان قال ان رضا سليم احسن من بن شرقي. بن شرقي كان بيلعب في نادي الزمالك، قال لك رضا سليم احسن من بن شرقي. طبعا مكالمه اتسربت وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بطريقه يعني غريبه قوي. بيحاول طبعا ان يتفاوض مع رضا سليم. زي ما قلت ان كان المفروض رضا سليم يجي النهارده، ولكن كمان حتى بيراميدز كمان بيحاول يتفاوض مع رضا سليم وعايز يقول له ان انا اديك ضعف ما بتاخد في نادي الاهلي. ولكن صفقه رضا سليم ما زالت مستمره، حاجات بسيطه جدا يعني رتوش بسيطه. رضا سليم ان شاء الله في نادي الاهلي، والكلام كله كلام لغط. اخبار نادي الزمالك، طبعا مبروك نادي الزمالك. الزمالك يفتتح مشواره في البطوله العربيه بالفوز برباعيه نظيفه على الاتحاد المنستيري التونسي. طبعا فوز هام، فوز مهم، فوز رائع، فوز قوي، كمان دعم معنوي لنادي الزمالك. ولكن الاتحاد المنستيري مش عايز اقول لك فريق ضعيف، او قبل كده قبل النادي الاهلي وقلنا فريق قوي، لا، الاتحاد المنستيري حاليا فريق ضعيف، اغلبيه النجوم بتاعته مشت. ولكن البدايه جيده لنادي الزمالك. طبعا مجموعه تضم النصر والشباب، والنصر والشباب كمان التعادل، فكويس نادي الزمالك. المباراه اللي جايه لو نادي الزمالك بس التعادل في ماتشين صعب، او اتغلب من النصر وممكن مثلا يتعادل مع الشباب كمان هيصعد. فالزمالك ممثل الكره المصريه. فانا وجهه نظري الكل يدعم نادي الزمالك، وواجب الكل يقف خلف نادي الزمالك. طبعا اللي مش يشجع نادي الزمالك يا اما ياكل خيرا او ليصمت. احنا مش عايزين نبقى زي مجموعه من الناس، او زي الناس التانية اللي ما تشجعش النادي اللي ما شجعوش. يعني مثلا انا اهلاوي ما بشجعش نادي الزمالك، او زمالكاوي ما بشجعش النادي الاهلي، ولكن كلنا نقف خلف نادي الزمالك. في موضوع تاني
موضوع باهر المحمدي. باهر المحمدي الزمالك عرض على نادي الاسماعيلي ان ياخد باهر المحمدي ب 10 مليون جنيه ماشي، ويديله لاعب او اتنين تاني. دخل في الصفقه نادي المصري، طبعا النادي المصري مين اللي مسك نادي المصري؟ علي ماهر، وعلي ماهر عايز باهر المحمدي. عرض على الاسماعيلي 20 مليون جنيه، ممكن يوصل ل 25 مليون جنيه. الاسماعيلي محتاج فلوس، الاسماعيلي القيد واقف، يعني ما يقدرش حتى ياخد لعيب نادي الزمالك كمان. انه لو خد نادي الزمالك دفع 10 مليون خد، مش هيتقيدوا، لان القيد واقف عند نادي الاسماعيلي. فالاسماعيلي محتاج فلوس، في لعيبه ما خدتش فلوس، في ايهاب جلال طبعا مسك نادي الاسماعيلي محتاج فلوس. فالاسماعيلي هيفرط في باهر او لا؟ فانا وجهه نظري الاسماعيلي هيفرط في باهر محمدي لو جه عرض كويس جدا 20 مليون او 25 مليون هتنفع نادي الاسماعيلي. ولكن نادي الزمالك داخل في الصفقه. طب الزمالك داخل في الصفقه ازاي وهو اساسا القيد واقف برضه؟ فلازم يسدد فلوس شيكابالا وفلوس كمان اتشيبونج. فمعرفش ايه هو الزمالك ازاي عايز لعيبه وعايز يتفاوض مع لعيبه. ميدو بيتكلم مع رضا سليم، يعني هو اساسا لسه القيد ما اتفتحش بتاع نادي الزمالك. اتمنى ان تكونوا ساعدتم بهذه الحلقه. لايك، شير، ودعم القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.